دلوقتي أنا واقف قدام بحيرة كبيرة جدا، لكن البحيرة دي معروفة بحادثة غرق سفينة كبيرة. بس السفينة السياحية دي ما كانتش سفينة عادية، كانت شايلة مواد خطرة بيولوجيا، وبعد ما غرقت هناك محدش حاول يطلعها عشان الكل كان خايف يمرض. بس أنا مش مصدق القصة دي، فخلينا نستخدم مغناطيس عملاق ونشوف إذا كانت حقيقة ولا لأ. تمام، أيوة أنا فعلا لقيت حاجة، ودلوقتي هنطلع الحاجة دي من المية ونشوف أول حاجة لقيناها في مكان غرق السفينة. شايف ده؟ استنى الحاجة دي طلعت من المية، بس لسه مش قادر أفهم إيه دي. يا نهار أبيض يا جماعة، دي لغم بحري؟ يا خبر يا جماعة، ده لغم بحري حقيقي، ده متفجر خاص وخطير جدا بيتحط تحت المية، ولما السفينة تلمس الحاجة دي بتنفجر. بس ايه ده؟ أنطونيا، غالبا ده كان اسم السفينة، يعني ممكن بعض الألغام دي هي السبب في غرق السفينة. وازاي كل ده مرتبط بالخطر البيولوجي؟ يلا نكمل غمي، يلا نكمل ونشوف هنوصل لإيه. ماشيين كده يا جماعة؟ لو حد فيكم يعرف أي حاجة عن المخاطر البيولوجية في سفن الرحلات أو حاجة زي كده قولوا لي في التعليقات، لأني سمعت القصة دي بس مش متأكد إذا كانت حقيقية ولا لأ. يا جماعة أنا حاسس بحاجة تاني، هي مش تقيلة زي اللغم الأرضي، فخلينا نحاول نطلع الحاجة دي ونشوف إيه هي. في حاجة صفرة طلعت، بس إيه دي؟ إيه، جثة؟ يا نهار أبيض، بص على الحاجة دي. لا ده جمجمة، دي جثة. يا ساتر، دي جثة لابسة بدلة وقاية من المواد الخطرة. خلينا نحاول نطلع الحاجة دي من المية. يا ساتر يا جماعة، ده غريب قوي، ده جنان. أيوة دي فعلا جثة، مش عارف إذا كانت حقيقية ولا لأ يا جماعة. بص، دي جمجمة وشكلها غريب. يا نهار أبيض، ده جنان. وبص الجمجمة دي لابسة قبعة كابتن، يعني ده كابتن السفينة السياحية اللي غرقت تحت المية. بس ليه لابس بدلة المواد الخطرة دي؟ بص، أنطونيا جرازا الكابتن. أيوة كنت صح، هو لابس الشارة ونفس الاسم المكتوب هنا، أنطونيا، يعني هو كان كابتن السفينة دي. بس ليه لابس بدلة الحماية من المخاطر البيولوجية؟ وإيه أخبار الركاب وكل الناس التانية اللي كانوا على السفينة اللي دلوقتي في مكان ما تحت المية؟ لازم نفضل ندور عشان نفهم، صح؟ الموضوع غريب وبصراحة أنا مش عارف. يمكن كل الحاجات اللي هنلاقيها النهاردة مسمومة، ويمكن كمان فيها خطر بيولوجي. يلا نشوف إذا كان الكلام ده حقيقي ولا لأ، أو لو كله طلع صح أنا مش عارف. فعلا محتاج أعرف رأيكم في الموضوع يا جماعة. ولو لسه بتتفرج على الفيديو ده ما تنساش تشترك في القناة بتاعتي، ده مهم جدا. أنا عندي حلم أوصل ل5 مليون مشترك، فاضغط على زر الاشتراك وأنا هجيب حاجة كبيرة وحاجة تقيلة أكيد. إحنا شايفينها هناك، أيوة هي بتطلع حاجة معدنية كبيرة تانية. يمكن ده جزء تاني من سفينة الرحلات، بس ليه لونها أحمر؟ يا جماعة بصوا، ده كان من جوه سفينة الرحلات، وحد كتب ساعدوني من جوه مش من بره. يعني ممكن الركاب كانوا محبوسين جوه السفينة دي وكان فيها نوع من الفيروس، بس الكابتن كان لابس بدلة الحماية البيولوجية، هو كان محمي بطريقة ما، لكن الركاب ما كانوش محميين. يعني القصة دي طالعة قاسية شوية. احنا محتاجين أدلة أكتر عشان نكمل تحقيقنا، وعشان نلاقي الأدلة هنكمل الصيد بالمغناطيس. يلا نشوف. أظن إني مسكت حاجة بس مش تقيلة زي الحاجات اللي لقيناها قبل كده. نشوف كده ممكن نطلع إيه، يمكن دي الحاجة اللي هتساعدنا، صح؟ بص، في حاجة برتقالية طالعة من المية. أوه يا جماعة، مكتوب عليها أنطونيا زي ما شفنا هنا، يبقى دول أكيد أجزاء من سفينة الرحلات دي. الحاجة دي شكلها زي الصندوق الأسود، المسجل الرقمي اللي بيسجل كل الرحلة فعلا، وكمان في أسلاك هنا.
لما نوصلها هنا نقدر نعرف القصة الكاملة للسفينة دي ونقدر نفهم ازاي كل ده متوصل لبعضه، بس خلينا نعمل ده بعدين. يمكن الكابتن كان عارف حاجة واستخدم المسجل الرقمي علشان يسجلها. دلوقتي يلا نجفف المسجل الرقمي، وأثناء ما هو بينشف هنكمل الصيد بالمغناطيس. أنا برمي في نقطة معينة، أنا على وشك أطلع الحاجة دي من المية، ودلوقتي حاسس بحاجة مش تقيلة بس هي هنا خلاص. واو، ده واو، ايه ده؟ ده نوع من الشنط، وعندنا حاجات كتير هنا. ريحته غريبة، ريحته غريبة وعجيبة، مش عارف، اغلبهم مليانين بس ده تقريبا فاضي. يلا نشوف كمان ايه جوه الشنطة دي. في شوية اوراق. ايه ده؟ الكابتن استلم 48 مليون دولار عشان ايه؟ نفس الانابيب اللي شفناها قبل كده. شكلها غريب واحنا شايفين علامة الخطر البيولوجي هنا. وحاجة تانية، ما تفتحش جرازن 21 بينتقل عن طريق الرذاذ في الهواء، يعني مش لازم تتنفس جنب الحاجة دي. ده فيروس يا جماعة، أنا فهمت، كان جوه العلبة دي ده فيروس، وواحدة منهم استخدمت، وأظن الكابتن أخد فلوس عشان يستخدم الفيروس في السفينة، تجربة بيولوجية على البشر أو حاجة زي كده. استنى، بينتقل عن طريق التلامس وبينتقل في الهواء؟ استنى، ده بينتقل عن طريق الهواء؟ أنا كنت بشم الحاجة دي، أنا شميته، مكتوب عليه موت عند التلامس خلال 48 ساعة. لا 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 لا، لازم نكلم حد، لازم نكلم الدكاترة أو نكلم الناس بتوع الأحياء. يلا نكلمهم دلوقتي، يلا بينا. 911، ايه حالة طوارئ؟ ألو، اسمي سلاف، كنت بصطاد بالمغناطيس ولقيت فيروس اسمه باتاكان جرازة 21، مش عارف، كنت بشم الحاجة دي. يا نهار أبيض يا باشا، أنت كويس؟ أنت فين؟ أيوة، أنا عند مكان غرق السفينة. خليك مكانك، إحنا بنبعت فريق دلوقتي. تعالوا انقذوني أرجوكم دلوقتي. إن شاء الله، عندي حوالي 47 ساعة كمان، غير كده هموت. يلا نفضل نرمي المغناطيس وأنا ممكن ألاقي العلاج. في فيروس يعني أكيد في علاج، صح؟ الكابتن لازم يكون عنده علاج أو لا. يلا نفضل نرمي المغناطيس، يلا بينا، لازم نسرع، فخلينا نرمي المغناطيس في نفس المكان، أو يمكن شوية شمال أو يمين، مش فارقة معايا. يمكن أنا مسكت السفينة كلها ولا حاجة، عشان دلوقتي الحبل مشدود جامد ومش راضي يتحرك، تقيل شوية. حسيت إني طفيت حاجة، بس لسه تقيل، لسه في حاجة على المغناطيس بتاعي، وهي بتقرب وبتقرب. استنى، إيه ده؟ ده دركسون سفينة كروز، صح؟ ده دركسون الكابتن. هو كان سايق سفينة الكروز قبل ما تتسمم بسبب خطر بيولوجي، صح؟ في سفينة غالباً أو يمكن أجزاء منها يمكن اتدمرت بالكامل بسبب اللغم. أيوة، أنا عايز أفتكرك. هيدي في بداية الفيديو لقينا اللغم تحت المية. دلوقتي حاسس إن كل اللي حصل ده كان متظبط، كان متخطط له، مش عارف، كله غريب كده. يلا نجرب الصيد بالمغناطيس. لسه محتاجين أدلة أكتر ولسه محتاجين علاج، ده أكتر حاجة محتاجها دلوقتي، صح؟ أهم حاجة. بس المرة دي مش حاسس بأي حاجة، يمكن المغناطيس بتاعي فاضي أو يمكن لأ. استنى، إيه؟ يا جماعة، إيه ده؟ دي إيد؟ ايوه يا جماعه، دي ايد، وبصوا عليها حاجه خضره كده. يا نهار ابيض، ده جنان، كل العظم متغطي بحاجه صفرة كده، يمكن دي ايد الشخص المصاب. اكيد كله ده مرتبط ببعضه، كل الركاب اللي كانوا على السفينه دي اتصابوا، وانا شايف ان الكابتن هو اللي عمل كده. الكابتن سممهم كلهم، بس ليه هو مات؟ ليه كله انفجر مع اللغم الأرضي؟ مش عارف، لسه في أسئلة كتير منعرفش إجابتها ولازم نكتشفها بعد ما نرمي المغناطيس. طيب دلوقتي هرمي المغناطيس العملاق بتاعي لأبعد مكان أقدر عليه.
ايوه، دي كانت رمية كويسة بصراحة. يمكن كنت اقدر ابعد اكتر، بس الحبل بتاعي خلص هنا. بس هناك لقينا حاجة تقيلة. مش خفيف خالص، بيتحرك بس. ده حاجة تقيلة اكيد. يلا خلي بالك ما تسيبش المغناطيس يفلت، ما تسيبش المغناطيس يفلت. ايوه دلوقتي اقدر اشوفه. حاجة معدنية كده. استنوا. واو يا جماعة، ده مرسام من سفينة الرحلات. دلوقتي أظن عرفت ليه ما طلعتش من المية. لأن أولاً فيه فيروس حقيقي خطر بيولوجي. ثانياً كل القطع اتفجرت، مفيش سفينة رحلات، في بس قطع منها. ولسه عندنا أسئلة كتير من غير إجابة. يلا نرمي المغناطيس تاني عشان نفهم، ويمكن بعد الرماية الجاية هنسمع الصندوق الأسود ومسجل الصوت الرقمي عشان نعرف إيه اللي حصل فعلا هناك. يلا بينا. يا نهار أبيض، أنا حاسس إني تعبان دلوقتي، حاسس بالقلق شوية. فاكر إني شميت ريحة الفيروس كمان زي كل الركاب اللي كانوا على أنطونيا. مش متأكد إذا كنت تعديت ولا لأ، بس لازم أطلع الحاجة من المية، ماشي؟ وساعتها يمكن فرقة طوارئ تيجي أو حاجة زي كده. مش عارف. طيب ده اللي لقيته. إيه ده؟ هو ده إزازة مربوطة بسلسلة؟ ولا لأ؟ بص، في حاجة جوه الإزازة دي. هي رسالة جوه الإزازة؟ يلا نفتحها ونشوف. فعلا. تفتكر الرسالة دي من السفينة السياحية اللي فعلا انفجرت؟ يلا نفتحها ونشوف. في شوية رسومات. أول 48 ساعة ل6 ساعات. حمى مفاجأة، حرقان في الأنين، رعشة. استنى، إيه؟ بعدين بعد 12 ساعة بيبقى صعب تتنفس. بعد 24 ساعة كل حاجة بتحرق. وبعدين يا نهار أبيض، في 36 ساعة الحيطانج، الجنون بيطلع. 40 ساعة، الحقوني، مش قادر ساعدوني. دي الرسالة من الشخص المصاب. يا نهار أبيض، يعني فاضلي تقريبا 4 ساعات لحد أول الأعراض تجيلي. يا نهار أبيض. يمكن في الصندوق الأسود في إجابة إزاي أعالج نفسي. طيب يلا نروح للصندوق الأسود ونسمعه. دلوقتي الحاجة دي نشفت تماما ووصلتها بتليفوني، ودلوقتي نقدر نشغل الصندوق الأسود للسفينة السياحية أنطونيا. أهو التسجيل جاي. مثير للاهتمام. يا ترى ايه نوع الفيروس اللي عايزيني اختبره على سفينتي؟ هو ناوي يختبر نوع معين من الفيروس. تمام. ده الكابتن بيتكلم. هم بيدوني فلوس كتير عشان اجربها على الركاب دول. فعلا، هو بياخد فلوس عشان يختبر الفيروس على الركاب. أنا كنت صح، عشان كده كان معاه بدلة الحماية البيولوجية. هو كان مستعد يحمي نفسه من العدوى. بس إيه اللي حصل بعد كده؟ ليه السفينة انفجرت؟ ايوه، انا في تعليمات تانية. هو بيتصل بحد، يمكن دي الشركة السوداء، الشركة القاسية اللي دفعت له فلوس. لا مفيش، بس فعالية وكل حاجة هتبقى تمام. يا نهار أبيض. قالوا له بعد ما يفعل الفيروس كل حاجة هتبقى تمام، بس صوته كان غريب. ودلوقتي الكابتن جاهز يبدأ المهمة. تمام، هفعلوا الفيروس. استنى، ايه ده؟ يا نهار أبيض، دي أصوات الانفجارات. أنا أظن إن الكابتن كان شاهد مش مرغوب فيه، والناس اللي دفعوا له نصبوا له الفخ وتخلصوا منه. جربوا الفيروس وبعد كده قضوا على الشاهد. يا نهار أبيض، هو مين دول؟ الناس دي شكلهم غريب، هم بتوع البيولوجي ولا إيه؟ أظن دول من الطوارئ، صح؟ أيوة يا فندم، كنت بتعمل إيه هناك؟ أيوة، كنا بنصطاد بالمغناطيس هنا. حضرتك اللي لقيت الفيروس يا فندم؟ أيوة، أنا اللي لقيت الفيروس هناك، وأنا شميته يا فندم، أنت هتيجي معانا؟ استنوا يا جماعة، أنتوا بتعملوا إيه؟ ما تقومش يا فندم، كله لمصلحتك. يا جماعة، إحنا رايحين فين؟ من فضلك يا فندم، حاول تهدى. بص يا جماعة، أنا متوقع إنكم هتشوفوني، صح؟ هتساعدوني يا جماعة؟ على العموم، لو عجبكم الصيد بالمغناطيس بتاعي اشتركوا في قناتي واعملوا لايك للفيديو ده. اسمي سلاف، شكرا على المشاهدة، وأظن إني هكون كويس، صح؟ أيوة صح. أيوة، أنا هكون كويس.
او يمكن لا.